ونلوم فيها يعني الآخرين ونلقي بالملامة على الآخرين. الشغلة بعد الثانية والمهمة، البعض يقول لك بأن الغرب يعادلنا، الغرب يعادل الإسلام. ماشي، احنا عندنا كثير من المسلمين المشردين والمهجرين من اليمن، من سوريا، من غيرها. وين قاعدين يروحون؟ هل قاعدين يروحون إلى الدول العربية ويقيمون فيها كلاجئين، أو تلاقيهم يبون يعبرون البحار ويروحون إلى الدول الغربية؟ ولو اليوم الدول الغربية تفتح المجال إن يا جماعة أي عربي منكوب في دولة منكوبة، وإحنا كلنا دول منكوبة، يبون يروحون يعيشون بالغرب، كم تتوقعيهم؟ يعني بس ألمانيا في الأزمة السورية خذت لها نص مليون سوري. طيب ذولي ليش ما قالوا المسلمين؟ مو كلهم مسلمين؟ مو ذول السوريين مسلمين؟ ليش ما قالوا والله احنا ما نبي نروح الى المانيا، ما نبي نروح الى هذا الغرب، احنا وكل اللاجئين، كل ذول المهاجرين من دول المنكوبة، ليش ما قالوا احنا لا نريد نروح الى الغرب؟ لان الغرب يكرهنا، الغرب يعادينا، الغرب يريد قتلنا. ليش كلهم راحوا ولو مستانسين وسعداء موجودين وياخذون جناسي ويكرمون؟ وش قالت رئيسة وزراء استراليا نيوزيلندا عن ذول المقتولين الضحايا الشهداء ان شاء الله في المسجد؟ ايش قالوا؟ May be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand their home, and it is their home. They are us. ايش قالت عنهم؟ وصفتهم بأن they are us، هم منا. هذا هو الوصف الدقيق. يعني ذولي ما هم مهاجرين، ذولي ما هم لاجئين، ذولي منا. أنا اليوم هذه نيوزيلندا مو دولة إسلامية. أنا أسألكم بالدول الإسلامية عندما يولد الإنسان فيها ويعيش ويموت، هل تعتقد أن الشعب راح يقول له أنت منا؟ أنا أسألكم. لا. يعطونه جنسية؟ لا. يعتبر شنو؟ وافد، عليه كثيل، ويجدد الإقامة حتى لو كان عايش عندنا 10 و20 و30 و40 سنة. أنت وين قاعد تحاكي عن ذولي الغربين؟ وين يا ابن الحلال؟ والله ما تشوفهم ب1000 سنة ضوئية على الحقوق والكرامة اللي قاعدين يعطونا حق البشر، وانت جاي قاعد تقول ان الغرب يكرهنا والمسلمين نفسهم يروحون يعبرون البحار. طيب ماشي، بدلا من هذه المتاجرة الرخيصة اللي انا اعتبرها متاجرة رخيصة سخيفة وما لها قيمة، اذا المسلمين انا اليوم اشوف تعاطفهم وايد كبير، وانا مع هذا التعاطف، لكن مع عدم لوم الآخر وعدم طعن في الآخر وعدم يعني القاء الاتهامات جزافا على الآخر. أنا أقول لك إذا أنت تعتقد بأن الغرب يعادي المسلمين وأن المسلمين الموجودين في الغرب مهددين بالقمع، بالاغتيال، بالضرب، بالانتهاكات، بالعنف، بس الحل سهل جدا. أنتوا دول ما شاء الله كبيرة في المساحة والفلوس ما شاء الله، نفط جاي لك من ربك ولا لك شغل فيه اصلا. لو ما النفط كان الله علوم، ما ندري احنا شلون عايشين. عندك هالنفط وعندك هالارض، وذول اخوانك في الدين وفي الانسانيه وفي كل شيء، وترى انه قاعدين يذبحونهم. الغرب قاعد يلاحق المسلمين في المساجد ويذبحهم. هذا فهم بعض الناس ان الغرب قاعد يلاحق المسلمين ويذبحهم. ماشي، قول لهم يا جماعه يلي في الغرب تعالوا عندنا، انتم مكرمين، انتم معززين، احنا نخاف عليكم. لا، شنو المانيا؟ ميركل، مستشاره ميركل ماخذت لها 500,000 سوري مسويه روحها يعني انسانيه. المانيا يعني انسانيه، ولا السويد ماخذت لها مدري كم، ولا الدنمارك ولا بريطانيا ماخذين لها كلهم لاجئين. لا 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 لا, لا. ما يسبقونا، حنا الناس سباقين بالخير. تعالوا يا اخواننا يا ربعنا، تعالوا عندنا في ديارنا، يلا. هذا حل بدلا من المتاجره واللعب على مشاعر الناس والكلام السخيف الذي يقال. اثبت لي مراجلك وإنسانيتك وحبك وعطفك وحنانك بأنك تقول لهم حياكم الله. ما ينقصك شيء، أرض موجودة والفلوس موجودة والإنسانية أنا لاحظتها مرتفعة إلى درجة الملائكية. يعني لا يوجد هناك أصفى وأنقى من هذه المشاعر اللي اليوم أنا قعدت أقرأها. طيب طبقها. يعني أنا شفت الغرب طبقها. في قصور، نعم في قصور. الناس دائما تشوفني تقول أنا أبيك تدين الغرب. يبقى أنا أدين لك الغرب. أقول لك نعم يوجد هناك في نفس من الكراهية، هذا قلته. يوجد هناك ونفس الكراهية الموجود هذا كانت ثمرته ترامب أنه يوصل. يعني اليمين المتطرف
اليوم له صدى موجود، لكن في نفس الوقت يوجد هناك في معالجة لمثل هذه الآراء المتطرفة، ويوجد هناك في رصد لمثل هذه المواقف المتطرفة، ويوجد يعني طبيعي هذه المجتمعات تتأثر، ومن أسباب تأثرها ومن أسباب هذا التطرف شنو؟ ترى من أسبابها تجد أن يوجد هناك في مسلمين مثلا يتنفعون من بعض المميزات اللي موجودة في الغرب وما يشتغلون. تجد أن بعض الأبناء البلد ما عندهم مثلا وظيفة، ويشوف والله المسلمين يكون عندهم وظيفة. يشوف والله مثلا المسلمين مثلا في الدول الخليجية مو قاعدين يبذلون الغالي، وتجد الغرب قاعد ياخذ هاللاجئين وهم أصلا ذولي أقرب لهم منهم. يعني هناك في معادلات كثيرة هم قاعدين يناقشونها في الداخل أدت إلى مثل تنامي هذا التيار اليمين المتطرف، وهو ليس موضوع حديثنا. لكن احنا نقول حق ربعنا بدال الكلام الزايد، انا احب المواقف، احب اشوف المراجل. عندك ارض وعندك فلوس، قول لهم حياكم الله بس، ولك مني انا النشر، وصدقني كلهم بيونك، حبا فيك كلهم بيونك، تعطيهم بيوت، تعطيهم فلوس، وبتعطيهم وظائف، وما شاء الله المسايد عبد وامنه وكل شيء تمام، وبلاد مسلمين. يا الله ما في احلى من كذي، بيونك بس سوها، لان الغرب سوى لهم كذي. الغرب اعطاهم بيوت، اعطاهم وظائف، اعطاهم صحه، اعطاهم تعليم، اعطاهم حريه، اعطاهم كرامه، اعطاهم جناسي، اعتبرهم مواطنين. لكن ما اعطاهم كلام، ما اعطاهم افعال. انتم ايش اعطيتوهم؟ لازم واحد يواجه نفسه يقول صح ايش اعطيناهم؟ حادث ارهابي يمثل نفسه، لا يمثل الغرب. مثل ما احنا نقول ان داعش تمثل نفسها، لا تمثل الاسلام. مثل ما احنا نقول بان المتطرفين يمثلون انفسهم، لا يمثلون الاسلام. نفس الشيء. انت حين جيت لمثل الغرب، اخذ هذا الطرح السياسي، الان نرفع السقف ونقول يلا استضيفهم اقل شيء. ما راح يسوونها. ما راح يسوونها، ويبقى كلام في كلام ما له اي قيمه. وهذه عاده ربعنا، ينزلوا لك هاشتاج ويتعاطفون وينزلون صور، وشوف الغرب يكرهنا ويعادلنا، ولما تيجي تقول لهم ابي اشوفها بافعال ينحاشون، ما تشوف منهم افعال. هذه الحقيقه. اذا عجبك الفيديو ليس بالضروره تتفق وياي، لكن تتفق ان احنا نطرح مثل هذه وجهات النظر المختلفه، لان شفت هذه وجهه النظر يعادونك، ما يحبونك، ما يحبون واحد شي يتكلم. تدري شلون بيحبونك؟ لما اقعد هنا ولا عن الغرب، يعادونا، يكرهونا. شلون يكرهونا وكل الناس جايين يلجوا؟ شلون يكرهونا وكل الناس جايين هنا هجره؟ شلون يكرهونا واشوف المسلمين ما شاء الله رايحين مساجد ويعطونهم بيوت، يعطونهم وظائف، يعطونهم مدارس، يعطونهم تعليم، يعطونهم حريه، يعطونهم كرامه، يصير نائب، يصير وزير. شلون؟ اكبر عاصمه في اوروبا عمدتها مسلم مهاجر، ابوه شنو وين وربعنا فوق 50 و60 سنه ولحد الحين ما عنده هويه. يعيشون عندنا 30 و40 و50 سنة ولحين يروح حق الكفيل. كفيل. هذا هو نظام العبودية، وقاعدين نستعمل فيه الوافدين. نسأل فيها الوافد، قول له شنو رأيك؟ أنت تشعر بالكرامة لما يكون عندك كفيل؟ وأنت يا ناطع الغرب بينك وبينهم 1000 سنة ضوئية.